السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال يا رب. كده اللي اول مرة يشوفنا او يعدي على قناتنا اتمنى ان هو يشرفني وينورني باشتراك ويشير الفيديو وينورني ويشرفني باشتراك في القناة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جميل كده مع بعضينا وبجد موفر جدا وكله فايدة لأطفالنا. احنا دايما بنشتري من بره، بس بصراحة يعني انا جبته كذا مرة من بره وما عجبنيش، فقررت ان شاء الله ان انا اعمله معاكم، وهنعمله كده بحاجات موجودة في البيت وحاجات سهلة وبسيطة. يلا بينا نصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا. يلا بينا. احنا النهاردة هنعمل ناجتس الشركات، او اللي هو ناجتس اطياب، او الناجتس بتاع ماكدونالدز. المهم ان احنا معانا نص كيلو من البانيه، او تقدري تعمليها بصدور، اللهم صل على النبي، باللحم بتاع الوراك، مش شرط صدور الفراخ يعني، او ممكن يبقى ميكس الاتنين مع بعض. طبعا انا جبت نص كيلو، انت عايزه تضاعفي الكميه تمام. جبنا نص كيلو، طبعا غسلناه كويس جدا بالليمون والملح والدقيق والجنزبيل. ومعانا هنا الكورن فلاور ده او الكريسبي، ومعانا دقيق، ومعانا اللهم صل على حضرة سيدنا محمد نشا، ومعايا هنا فيجيتار، ومعايا هنا بصلايه يعني كبيره، يعتبر البصلتين دول مقام بصلايه، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. وهنحط بيكنج باودر، وهنحط هنا فيجيتار حار، وهنا دي اختياري مرقه دجاج فوريه، مش عايزه تحطيها تمام. هنا البهارات ملح وفلفل وسنه صغيره من الجنزبيل، دي اختياري برضو مش اجباري في الوصفه، وسنه كمون برضو صغيره. ومعانا البيض، عايزين برضو تغلفوه بالبيض تمام، عايزين تعملوه كده من غير بيض برضو تمام، بس البيض بيدي يعني قيمه غذائيه اعلى وبيبقى جميل. ومعايا طبعا بطاطسايه بسلقها على النار، هوريها لكم دلوقتي. بس يلا هنروح نضرب كده البصل ده في الكبه الاول ونرجع معاكم تاني. حبايبي الغاليين، خلاص انا فرمت البصل اهو، بصلايه كبيره فرمتها في الكبه الصغيره، عشان انا كده هستعمل الكبتين، الكبه الصغيره والكبه الكبيره اهو. دي كده الكبه الكبيره، وادي البطاطسايه نسيت اوريها لكم اهي، سلقتها وهرستها كده، او عايزه تبشريها مفيش مشكله، اي حاجه يعني، هي كده كده هتتفرم مع الحاجات اللي في الكبه يعني. انا بقى هبدا انزل بالفراخ، صفي كده لو في ميه ولا حاجه اهو. هبدا انزل كده بكميه الفراخ كلها الاول، بسم الله. على فكره اهم من الشغل تظبيط الشغل، لازم نبقى غاسلين الفراخ دي كويس جدا تمام، علشان خاطر ما تبقاش زفره. انا هضرب الخليط ده وهنزل بعد كده بالبصل والبهارات وهرجع لكم تاني اهو. ضربتها كده بالمنظر ده تمام. ابدا انزل كده بالبصله، انزل بالبصله، ويفضل يعني لو بصل ابيض، بس بصراحه انا ما عنديش بصل ابيض فاستخدمت الاحمر، مفيش اي مشكله يعني متوفر عندك اشتغلي بيه. هننزل بقى، نخلي البيضه دي كده على جنب دلوقتي. هننزل بكميه من الملح تمام، فلفل اسود، وبقيت الكميه هحطها على الكورن فلاور ده او الكريسبي اهو. هنركنهم دلوقتي على جنب، وهبدا انزل بكيس او نص كيس الفيجيتار، هشوف على حسب العجينه ما هشوفها هتعمل معايا ايه. بسم الله اهو، هحط نص الكيس بس تمام، وادي نص الكيس معايا. والبطاطس كنت رايحه انساها، هننزل بالبطاطس كله برضه هيتضرب مع بعضه، بجد بترمي كميه حلوه اهي تمام.
وهنزل بالماجي. لو الماجي مش حابه تحطيه ما تحطيش، بس هتدي نكهه حلوه. اهو حطينا الماجي، يا رب تكونوا شايفيني. وهنبدا واحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر اهو، عشان ينفش معايا كده ويبقى جميل. تمام اهو، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنضرب بقى الكلام ده كله ونرجع مع بعض نشوف الدنيا عامله ازاي. يلا حبيبي، خلاص عملت الكميه كده على مرتين. نضفت خالص الكبه، طلعتهم كده بالسباتشوله دي. تمام، هبدأ بقى احطهم في التلاجة يعني 10 دقايق كده، اغطيهم لحد ما اخلص بقى الحوض. بصوا الحوض اتملى طبعا مواعين وحاجات، شطب كده الحوض عقبال ما تريح كده 10 دقايق في التلاجة. حبايب قلبي خلاص شطبت الحوض. هنا بقى معايا طبقين هنعمل فيهم الخلطتين او التغليفتين اللي احنا هنغلفهم. معايا هنا الكريسبي هدلقه كده كله في طبق. تمام، واحط عليه شوية من النشا، معلقتين او 3 كبار. وهنا هحط اللهم صل على النبي، قولوا معايا، الفيجيتار، وبرده عليه شوية من النشا. هقول لكم بقى انا عملت ايه. البيضة انا عملتها حطيتها على الخليط، مرضتش اعملها ايه، اغلف بيها كده من بره. واحط هنا شوية فيجيتار، وهنا شوية فيجيتار برضو حار، ريحته جميلة قوي. وهنبدأ نقلب. هحط هنا شوية ملح وهنا شوية ملح. تمام، عشان يبقى كريسبي معايا وحلو. تمام كده. وهغلف بدقيق الاول، وبعد كده انزل في البقسماط والنشا. بعد كده دي الحركة الأخيرة بقى، التغليفة الأخيرة. هحط بقى هنا شوية ملح وهنا شوية ملح اهو، هنا شوية ملح هنا شوية. ونبدأ بقى نغلف الناجتس بتاعنا. تمام، انا كنت حاطاه في التلاجة، هخرجه دلوقتي، بس هبدأ كده يعني اخلط كده كويس. طبعا احنا عارفين كلنا ان النشا من الحاجات الجميلة اللي بتخلي الحاجة كده مقرمشة وحلوة. تمام، ليه انا عملت كده الخطوتين دول؟ ممكن تقدري تعملي بخطوة واحدة اللي هي دي بس، لان انا حطيت البيضة على الخليط. فالخليط يعني ايه، مش طري قوي بس طري، لازم يمسك بطبقتين كده علشان ما يفكش ويبقى حلو. تمام كده. اروح بقى اخرج عجينة الناجتس من التلاجة وارجع معاكم تاني. ممكن هنا ازود شوية كريسبي. بصوا كمية حلوة قوي ب10 جنيه بس. كتري بقى الكريسبي كده ويبقى شكلها تحفة. وطبعا عاملينه بنظافة في البيت. طبعا الخلطة دي حتى لو فضلت مش بنرميها، طبعا بتفضل محتفظ ممكن بيها في التلاجة عشان عليها نشا وايدينا يعني اتحطت فيها، فممكن نحتفظ بيها في التلاجة ونستعملها مرة تانية. ولو بتعملي طبعا كمية بتعمليها وبعد كده بتفرزيها، بتنفع طبعا معانا. اروح بقى اخرج العجينة وارجع لكم. حبايب قلبي الغاليين، خلاص انا طلعت عجينة الناجتس كده من التلاجة. طبعا خلطتها كويس جدا في قلب بعضها، لان الجزء اللي فوق طبعا ما كانش يعني فيه البيض، انا حطيته فرمتها على جزئين. فطبعا عملته خلطته كويس جدا عشان كله ايه يدخل فيه بيض. على فكرة سواء يعني غلفتيه بالبيض او حطيتي البيض مش هتفرق كتير. كده كده البيض زيادة تغذية يعني، او زيادة مش عارفة اجمع الكلام ليه النهاردة. معلش يا جماعة اعذروني، انا تعبانة كده شوية. يعني قيمة غذائية اعلى، وكده كده يعني هينفش الناجتس بتاعنا. تمام، معلش عذرا.
طبعا بقى عشان تشكليه ممكن بقى فكرة المعلقة تكون القالب بتاعها كبير كده شوية، زي المعلقة اللي معايا دي كده اهو. ممكن نعمل على دي برضو شكل تاني، 3 اشكال. ممكن لو احنا عايزينه بقى كبير شوية نعمله كده انا هعمل معاكم واحدة من كل نوع علشان اوريها لكم. حطيت كده شوية زيت في طبق صغيرين، هبدأ اعمل مثلا واحدة صغيرة. نعمل ايدي كده بالزيت وابل كده المعلقة زيت، وابدأ اخد من العجينة بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ افردها كده. على فكرة كده اسهل وما نتخنش قوي العجينة. معلش انا هبعد بس العجينة كده عنكم. عايزة تسوي بقى بمية بزيت اللي يريحك. انا حبيت كده بس ايه اعملها قدامكم علشان ايه تتقلب معايا كويس. شكلها حتة المعلقة دي مش هتنفع، ممكن نعمله بقى على ايدينا، فاهميني اهو. هو بيلزق بس بسيط. بصوا هنزلها كده مثلا في الدقيق اهو، واروح انزلها في البقسماط اهو، واجي انزلها بقى في الكريسبي ده. تمام. معلش بس كده لزق في ايدي شويه، ارجع لكم تاني. حبايبي بنعمل مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى الكميه كلها ونرجع مع بعض. انا بعمل كده بالميه، بسويها بالميه علشان خاطر الكريسبي يلزق عليها. زي ما احنا فاهمين الكريسبي خشن شويه فما بيلزقش بسهوله، فانا يعني بديها طبقه ميه كده من فوق علشان خاطر تثبت. اخلص بقى الكميه كلها وارجع نقلي مع بعض. حبيب قلبي الغاليين، خلاص عملنا الكميه كلها ايه اهي. حاولت اعملها يعني قد بعضها على قدر الامكان. ودلوقتي ان شاء الله بقى انا حاطه زيت يقدح كده او يسخن علشان نقلي الناجتس بتاعنا. عايز نار يعني زيت غزير شويه اهو كده جنبي. زيت كتير شويه ويكون نار متوسطه بعد ما يقدح، اوطي عليه النار يعني. تمام. اهو حطيت كده 5 قطع وبدأت اهدي النار زي ما انتوا شايفين كده. شكله جميل معايا الماسك. طبعا بهدي عليه النار ليه؟ علشان خاطر يستوي كويس. جبت سرفيس معايا كده عشان احط عليه. بصوا حبايب قلبي، ولا فك ولا جراله اي حاجه، بجد تحفه والله العظيم تحفه، وريحته خيال خيال بجد. بصوا اتنفش ازاي البيضه، طبعا نفشته. بصوا الكفر بتاعه يعني تحفه تحفه بمعنى تحفه يعني اهو. بصوا سامعين القرمشه؟ اقلب اللي في النص دي كده كمان. بصوا انا عملتها كده بحجم تحفه حلوه قوي، مبحبش الصغننه اهو. طلعت كده بجد روعه والله العظيم روعه. انا على فكره كانوا بيجيبوا الناجتس الجاهز ده، انا كانت ريحته كده بتضايقني، كنتش بحبه قوي يعني، نفسي كده مش بتروح له. انما اللي انا طبعا عملته ده اكل منه كده بنفسي بقى وكده يعني. احط واحده تاني هنا كده في المكان ده، نستغل كده الظروف. بصوا انا على فكره عملته على ايدي. بصوا عملته يعني بيضاوي كده شويه. تمام بصوا ولا اروع والله العظيم. يعني اعملوه في البيت توفير، ويعني مش قادره اقول لكم على الجميل. تمام كده. واو واو، سامعين القرمشه؟ تحفه.
شايفين الجمال؟ والله ولا اروع. اهو بهدي بس كده عليه النار علشان يستوي طبعا كويس، وبقلب كده طول ما انا واقفه شمال يمين علشان خاطر تستوي كويس. يلا خلص الكميه كلها. بصوا الجمال ده، جمال ولا مش جمال؟ وارجع لكم تاني حبايب قلبي. طبعا القلي مستمر اهو. طلعت كده الكميه دي، معايا كميه اهي تاني وكميه لسه في الطبق. تمام. بصي اعملي الشكل اللي يريحك، الشكل يعني ايه مش مهم قوي، بس يعني حلو قوي الحجم ده. مش بحبه صغير قوي، ساعات بيشتروه صغير، بس الحجم ده حلو قوي. وعايزه اقول لكم البيضه فرقت قوي. بصوا الكفر ما وقعش من عليه ولا اي حاجه، وريحته قلب الدنيا. انا اكلت قطعه كمان وانا واقفه من الريحه الجميله، بصراحه اتشوقت وقلت ايه لازم ادوق. بصوا بقى البيض بيديله كده نفاشه، بيساعد كده ان الكفر يبقى عالي كده وشكلها تحفه. بصراحه عجبتني قوي الفكره وعجبني قوي الموضوع. ان شاء الله مش هخليهم يشتروا تاني من بره خالص. بيجيبوا كام قطعه كده في طبق، وطبعا مش بيقضيهم طبق واحد اللي هو البلاستيك ده، ب40 جنيه او ب35 جنيه، ملهاش اي لازمه. هنا بقى بصوا الكميه بسم الله ما شاء الله، من نص كيلو عملنا فرح يعني. العيله وعيله العيله كمان ياكلوا معانا. عيله العيله حلوه، عيله العيله دي اهو. اهم حاجه بس تبقي مخليه النار وسط كده بحيث ان هو يستوي كويس، ما يبقاش ني من جوه، وتفضلي تقلبي شمال يمين عشان مفيش جنبي يعني يتحمر عن جنب. فاهمين قصدي؟ اهو. انا طبعا يعني مش عاملاها خفيفه، متعملهاش خفيفه علشان خاطر ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي، يعني خير الامور الوسط. بصوا انا عاملاها ازاي، يعني سمكها حلو قوي، معقول المعقول، ولا خفيفه قوي عشان ما تنشفش، ولا تخينه قوي برضو علشان ايه ما تستويش. اهو بطلع، خليها دي تاخد وش كده شويه. احط تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغل كده الطاسه الفاضيه دي، بطلع كده بالماسك اهو. تغيير بقى عن البانيه لما نحمره او نعمله شاورما، فاهميني؟ يعني ننوع ونغير كده. الحاجات دي طبعا الاطفال بتحبها وولادنا بيحبوها موت يعني. بصوا منفوشه ازاي، جميله جدا. دي بقى ايه يعني، قد تكون مدوره شويه بس مش مشكله يعني، هتتاكل مش هتقول لا يعني، مش هتقول عشان انت مدوره مش هناكلك، لا هناكل ابوها يعني. على فكره انا لما كانوا بيجيبوه من بره ما كنتش باكله، ماليش فيه قوي بصراحه، انما لما عملته طبعا بالشكل التحفه القمر ده هاكل منه طبعا. حاجه نضيفه وانا عاملاها في البيت فلازم اكل منها. تمام. انا هخلص بقى واقدم معاكم عشان افصل، عشان انا حاسه ان انا خلاص في تست حرفيا. حبايب قلبي الغاليين خلاص خلصنا. بصوا القرمشه والجمال بتاعه، سامعين؟ بصوا بجد تحفه، جميل جدا. حاجه نضيفه احنا عاملينها في البيت وعارفين احنا عاملينها بايه. طبعا انا قليت الكميه دي وفي كميه تانية اهي، هقليها بقى بالليل كده شويه. تمام، عشان احنا مش محتاجين الكميه كلها دلوقتي. يلا بحبكم في الله، لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير. بحبكم، مع السلامه.